اليوم نحن مع المبادرة المغربية للدعم والنصرة بمدينة طنجة مع فعالية أخرى استمرارا لدعم وإسناد إخواننا في غزة جراء ما يتعرضون له من تنكيل وتجويع وتقتيل بشكل يومي بشع أمام مرأى ومسمع من الأنظمة والمنتظم الدولي العالمي. نحن هنا في مدينة طنجة لما يقارب السنتين مستمرون في الدعم. اليوم نحن مع فعالية سميناها اعتصام ليوم كامل منذ 10:30 صباحا، وأبناء وبنات طنجة مجتمعون في هذه الساحة، ساحة فارو التي أطلقنا عليها ساحة المجاهدين لما شهدته من جهاد ورباط ودعم من أهل طنجة لإخواننا في غزة. هذا الاعتصام يتضمن مجموعة من المناشط. هناك حلقيات يعني توعوية بأهمية المقاطعة ديال المنتوجات الداعمة للكيان الصهيوني، ورأينا ما حصل مع طلبة مدينة تطوان بعدما يعني بادروا بتوعية الناس بمقاطعة أحد يعني المتاجر الداعمة والتي لا تخفي يعني متجر كارفور الذي لا يخفي دعمه للكيان الصهيوني، والقام للأسف الأمن بمدينة تطوان باعتقالهم جراء هذا السلوك. إذا كاينه حملات ديال الوعي بأهمية المقاطعة، كاين ورشات ديال الأطفال، كاين معارض يعني فيها يعني أسماء ديال المقاومين، أسماء ديال الشهداء، كاين معرض ديال الكتب، معرض ديال المنتوجات. الهدف من هذه الفعالية هو تثبيت الوعي بأهمية القضية الفلسطينية، لأن هذا هو أهم ثمار الذي حصلناه بعد يعني طوفان الأقصى. ختاما، طبعا نحن في مدينة طنجة لم نتوقف لما يقرب سنتين. نفخر بهذا الأمر ولكن لا نتفاخر به، فهذا نعتبره واجبا شرعيا منا من أبناء مدينة طنجة، وهو أقل الواجب تجاه إخواننا لما يتعرضون له بشكل يومي من تجويع وتقتيل وللأسف صمت من طرف الأنظمة على هذا الذي يجري. حسبنا الله ونعم الوكيل، واسأل الله سبحانه وتعالى فرجا قريبا لأهلنا في غزة.